عمرك اشتريت قطعة غيار واكتشفت بعدين إنها مضروبة أو دفعت ضعف تمنها أو الميكانيكي قال لك دي أصلية وبعد شهر باظت؟ الفيديو ده هقول لك إزاي تشتري قطعة غيار في السوق المصري من غير ما حد يضحك عليك، أو إيه الفرق بين الأصلي وبين التجاري، وإمتى توفر وإمتى ما توفرش. أهلا بيكم، أنا منعم، ولو أول مرة تشوفني ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة. والنهاردة هنتكلم في موضوع بيوفر عليك آلاف الجنيهات، لأن قرار غلط في شراء قطع الغيار ممكن يكلفك إنك تدفع ضعف ثمن القطعة مرتين. اول ما حاجه معانا القطعه الاصليه، ودي غالبا بتتباع من خلال التوكيل او من خلال موزع معتمد او اصبحت متاحه حاليا في السوق الخارجي. تاني نوع معانا واللي هو الاو اي ام، وده نفس المصنع اللي بيصنع للتوكيل لكن بدون شعار الشركه، وسعره غالبا بيبقى اقل من سعر القطعه الاصليه اللي بتشتريها من خلال التوكيل. تالت حاجه معانا واللي هو الافتر ماركت، ودي شركات مستقله، منها القطع الرديئه او منها القطعه التقليد المتوسطه. وتالت حاجة معانا الافتر ماركت، وده غالبا بيبقى شركات مستقلة فيها الممتاز وفيها الرديء. واخر نوع معانا التقليد او المضروب، وده ارخص حاجة لكن ممكن يبوظ لك قطعة او يعرض حياتك للخطر. اول نصيحة ممكن اوجهها لك ان انت تسأل على القطعة في التوكيل، لان انت مش هتشتري طبعا من اول محل. اعرف سعر القطعة او متوسط سعر القطعة بالنسبة للتوكيل، وممكن تسأل عليها بره. لو انت استغليت ان تمن القطعة في التوكيل تقدر ان انت تسأل عليها بره. لو لقيت السعر اقل من التوكيل بنسبة 40 او 50%، اسأل نفسك ليه. مفيش حد طبعا بيبيع بخسارة. وطبعا لو اشتريت القطعة من السوق الخارجي، اهم نصيحة اقدر اوجهها لك ان انت تركز 100% على تغليف العلبة من الخارج. طبعا في القطع المضروبة بيكون التغليف من بره غير التغليف الاصلي. بيكون طبعا اسم الشركة او البارت نمبر بتاع القطعة غير، طباعة غير واضحة عن الأصلية. بيكون في نسبة تلاعب طبعا مش أي حد هيقدر يحددها، لكن انا انصحك في الغالب ان انت تشتري من مصدر، لو بتشتري قطع اصلي ان انت تشتريها من مصدر موثوق منه من خلال التوكيل او من خلال موزع معتمد. غير ان انت لو هتشتريها من الخارج، انصحك ان انت تدفع الفرق. في النهاية افتكر ان ارخص قطعة غيار دايما مش اوفر قطعة غيار، لأن الغلط فيها ممكن يكلفك أضعاف تمنها. خليك دايما تشتري بعقل واسأل وقارن وما تستعجلش في القرار. ولو استفدت من الحلقة ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وإن شاء الله في الأيام القادمة هيكون معانا حلقات على الطبيعة بقطع الغيار، وتشتري ايه وما تشتريش ايه، وتحاول توفر في ايه وما توفرش في ايه، ومقارنات بإذن الله. بس قبل أي حاجة ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.